السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهاردة هنعمل لكم بقى البطة الحلوة الجميلة خالص، القطقوطة اللي قدامكم دي. انا مسكتها غسلتها بدقيق وملح لحد ما بقت نظيفة زي ما انتوا شايفين كده. بس انا هعملها النهاردة مقطعة، مش هشويها سليمة. فانا مسكتها قطعتها اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهي بقت نظيفة وجميلة خالص وحتى لونها وردي. هنعوز ايه بقى للسليق؟ هنعوز بصلاية وطماطماية وورق لورو، فلفل اسود، حبهان، والاحمر ده زر ورد بنجيبه من عند العطار. دلوقتي عندنا مية اهي بتغلي على البوتاجاز كده. هنبدأ نحط البطة بعد ما قطعناها وغسلناها وبقت حلوة. هنبدأ نحطها واحدة واحدة ونحط عليها التوابل اللي انا قلتلكوا عليها، اللي هي ورق لورا وطماطمايه وبصلايه والملح بنحطه في الاخر مش دلوقتي عشان تستوي، وحبهان وزر ورد وفلفل اسود اهو زي ما انتوا شايفين كده. ودلوقتي بقى هنغطي عليها لحد ما تستوي خالص، وبعد كده ارجع لكم كده. هي بعد ما استوت، شايفين المنظر؟ شايفين الشوربة عاملة ايه؟ دسمة ورايقة خالص. كل ده ايه سبب الروقان ده والدسامة والحلاوة دي؟ ان هي مغسولة كويس والتوابل بتاعتها زي ما قلتلكوا كده. هو ده بقى، تيجي تشربي الشوربة لوحدها تتاكل قبل البطة. وبنعرف ازاي بقى اللي هي طابت؟ ان العضماية اللحم بيسيب العظمة زي ما انتوا شايفين كده في الورك كده، نعرف ان هي كده خلاص استوت. دلوقتي بقى ادي صينية اهي عشان نحطها في الفرن. هنصفيها من الشوربة ونحطها في الصينية دي. ونيجي بقى هنا للدهنة بتاع الوش اللي احنا هندهن بيها. هنا اهو حطيتها في صينية، رصيتها اهي بعد ما صفيتها من الشوربة. نبدأ بقى نعمل الخلطة اللي هي هندهن بيها الوش. معانا معلقة صلصة وملح وفلفل وزعتر. هنبدأ نحط الصلصة، معلقتين صلصة ومعلقة زيت هنحطها عليها، وعندنا الملح والفلفل والزعتر. هنقلب كل ده مع بعض، نقلب عشان الملح يدوب خالص، ما يبقاش يقرقش كده يعني على وش البطة. احنا هنقلبها خالص خالص. وبعد كده نبدأ نجيب بعد ما نقلب خالص نبدأ نجيب الفرشة عشان ندهن البطة، ندهنها ندهن الوش يعني واحدة واحدة، عشان بالمعلقة مش هينفع، لازم فرشة. فاحنا كده بنقلب اهو. وبعد كده نجيب البطاية ونبدأ ندهن واحدة واحدة، ولازم ندهنها كلها عشان الحتة اللي احنا مش هندهنها هي مش هتاخد وش او كده بالشكل ده. نبدأ ندهن واحدة واحدة، لازم ندهنها كلها. وفي بقى بعد ما ندهن خالص هنحطها تحت الشواية، عشان هي اصلا كده كده مستوية، فهي عايزة بس تاخد وش. فكده هنحطها تحت الشواية بس، يعني احنا كده هنفتح الشواية من فوق مش البوتاجاز من تحت. وفي بقى انا نسيت معلقة عسل، هي نص معلقة عسل اسود على الخلطة اللي انا قلتلكوا عليها دي، بس انا نسيتها. بس انتوا حطوها من الاول، انا نسيتها افتكرتها دلوقتي فقلت احطها. هي بتدي لمعة كده للشوي، بتدي وما بتخافوش يعني، هي مش بتدي طعم سكر او حاجة، لا هي بس بتدي لمعة للشوي، بتبقى زي بتاع المطعم بالظبط. وبعد ما ندهن ونخلص هنبدأ نحطها تحت الشواية زي ما قلتلكوا، تاخد وش بس. وما تخافوش مش بتنشف والله، ده بتبقى طرية وجميلة خالص وشكلها روعة. ودلوقتي اهو بعد ما طلعت من الفرن بالشكل الجميل القمر ده، غرفتها في طبق وعليها رشة بقدونس. وكده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة